هاي نور، ايه الاخبار؟ هاي فاطمة، ازيك؟ الحمد لله. عرفينا على نفسك. وقفي الفيديو، وقفي الفيديو. عادي، الكل بيضحك من السؤال ده حرفيا والله. انا نور شعبان، عندي انترفيو. انا نور شعبان، عندي 25 سنة. بقرأ من وانا في 6 ابتدائي 5 ابتدائي تقريبا. اول رواية اشتريتها بفلوسي كانت رواية رعب لمحمد عصمت. بدأتي تيك توك ازاي؟ الموضوع جه الصراحة بالصدفة البحتة. عدى قدامي فيديو لحد من البوك توك بره، وكان يعني عامل ميوزك على مكتبة أو حاجة شبه كده. فأنا كنت قاعدة على السرير بكل بساطة، صورت الفيديو وحطيته وأنا يعني مش في دماغي أي حاجة. لقيت كل الكومنتس، طب ورينا مش عارفة إيه، طب ما تكلمينا عن رواية مش عارفة إيه. فبدأت أتكلم عن الروايات وأوريهم الكتب اللي عندي، والموضوع بدأ كده الصراحة. وده كانت حاجه كويسه قوي عشان حسيت ان شغفي رجع لي تاني في القرايه، ان انا بقيت يعني على الاقل منتظمه في القرايه، مش زي الاول كان بيجي فترات اقرا فيها وفترات ما اقراش خالص. بس كده. بعد ما بدأتي تعملي محتوى بقيتي تحسي ان القراءة بقت ضغط عليكي؟ والله لا. مش قوي يعني، فترات قليله قوي اللي بيحصل فيها كده. بالذات لو في اخر السنه وانا حاطه لنفسي جول، وخصوصا ان انا بشتري كتب كتير قوي. فبحس ان انا ما قريتش اي حاجه من اللي جبته. بس ده مش بيحصل كتير يعني، قليل قوي قوي. كنتي مصاحبة اصلا اللي في البودكاسترز الاول ولا الموضوع جه ازاي؟ الموضوع جه يعني بالصدفه. انا كنت متعرفه عليكي بالصدفه برضو يعني، مش فاكره الموضوع جه ازاي. وفيرو اتعرفت عليها كان في حفله توقيع. احنا كنا اتكلمنا كذا مره، بس اتقابلنا اول مره في حفله توقيع. وبعدين فجاه بقينا نتقابل في المعرض، واتعرفت عليكم بالموضوع ده بالطريقه دي يعني. انت صورتي تقريبا 3 حلقات ولا حاجة من بودكاسترز، حاسة الدنيا ايه؟ محدش بيسال نور عامل ايه، كله بيسال نور كله بيسأل نور عملت ايه؟ عملت ايه. الصراحه مبسوطه قوي يعني، حاسه ان الموضوع لذيذ. كاننا قاعدين حرفيا زي ما بنقعد قعدات من غير ما نصور، ان احنا قاعدين بنتكلم عن بيبصوا لي كده ليه؟ والله العظيم هو مضربه. قفلي السؤال ده، مش عاجبني. عندك مين كاتبك المفضل؟ ريم بسيوني اكيد. مش محمد عصمت؟ يعني محمد عصمت كده كده، بس دلوقتي حاليا يعني محمد عصمت كده كده كاتبي المفضل، عشان هو اللي خلاني اتمسك بالقرايه وادخل للقرايه اكتر. ويعني بجد بحب الاعمال بتاعته، برغم ان انا دلوقتي اصلا ما بقتش اقرا رعب، مش بقرا حاجه تقريبا رعب غير اعمال محمد عصمت. بس ريم بسيوني، عشان ريم بسيوني حسها ان هي بتتكلم عن يعني بتتكلم عن التاريخ بطريقه روائيه، ودي حاجه انا بحبها قوي، فعشان كده هي كتبتي المفضله. ممكن في يوم تكتبي كتاب؟ مش حاسه الصراحه، لاني مش حاسه ان انا عندي اي حاجه عايزه اتكلم فيها، بس يعني ممكن لو حصل حاجه في حياتي تخليني عايزه اتكلم عنها، او اي اكسبيرينس تطلع مني حاجه عايزه اقولها للناس والناس تقراها، ممكن تترجمي كتاب؟ ده حاجه بفكر فيها اصلا. ده ممكن جدا. على مقياس من 1 ل10 تقييمك لتقى كحكم. 10/10 وقلب كبير. على مقياس من 1 ل10 تقييمك لفيرينا كحكم. افتكر مين؟ انا بفتكر 20/10. ماشي. على مقياس من 1 ل10 تقييمك لأداء الفريق ككل بقى. احنا كده كده التوب. كان مقياس من 1 ل10 تقييمك ليوسف كحكم. 3/10. تقييمك ليوسف كمتسابق. متسابق 0/10 -5. على مقياس 0/10 تقييمك لنفسك كلاعبة. بكل أمانة. 2. شكرا نور، مبسوطين انك معانا. شكرا فاطمه.